سخر خوسي كاسترو رئيس نادي إشبيلية الإسباني من نظيره خوان لابورتا رئيس برشلونة، وذلك بعد التوضيحات التي قام بها لابورتا في اجتماعه مع رؤساء الأندية الأخرى في رابطة الدوري الإسباني بخصوص قضية نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق. وصرح رئيس إشبيلية حول هذا الموضوع قائلا: نريد شكر لابورتا على التوضيحات التي قام بها اليوم، ولكنه لم يقنع أحدا. لقد قال أن هذا الشيء تفعله كل الأندية، وأنا أخبرته أن لا أحد يفعل ذلك على الإطلاق. أعلن النجم الإسباني الشهير خواكين سانشيز قائد فريق ريال بيتيس أنه قرر الاعتزال في نهاية الموسم بعد مسيرة حافلة جدا. خواكين سيتوقف عن اللعب وهو بعمر 41 عاما بعد أن لعب مع بيتيس في فترتين وخاض 480 مباراة مع فريق الأندلس. وكان خواكين قد لعب أيضا لفترة طويلة مع نادي فالنسيا وشارك مع الخفافيش في 218 مباراة وتوج بلقب الكأس. وكذلك لعب خواكين لمالاغا وفيورنتينا الإيطالي، ومثل المنتخب الإسباني في 51 لقاء دولي بين 2002 و 2007. قال تقرير إسباني إن نادي نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس. وكان فيليكس قد انضم إلى تشيلسي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم. ووفقا للمعلومات الواردة من شبكة كادينا سير الإسبانية، فإن نيوكاسل سيكون خيارا لفيليكس في حال قرر تشيلسي عدم ضمه بشكل دائم. وأضاف المصدر بأن نيوكاسل استفسر عن فيليكس قبل إعارته إلى تشيلسي في وقت يريد أتلتيكو مدريد بيعه نهائيا. بدأ نادي مانشستر سيتي تحركاته من أجل تحصين هدافه إيرلينغ هالاند حسب ما ورد في الصحيفة الإنجليزية The Athletic. النجم النرويجي لديه بند في عقده مع السيتي الذي ينتهي في صيف 2027 يتيح له الرحيل في صيف 2024 مقابل 150 مليون، وبالتالي يريد بطل البريمير ليج التفاوض مع لاعبه على توقيع عقد جديد لا يتضمن مثل هذا البند لكي يكون أكثر قدرة على الحفاظ على المهاجم. ومن المعروف أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط لاستغلال البند الحالي من أجل الظفر بخدمات المهاجم. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت عن المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وضمت القائمة نجم ريال مدريد فيدريكو فالفيردي، ونجم إسي ميلان رافائيل لياو، ونجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز، ونجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين. وصنع فالفيردي هدفا ضد تشيلسي، بينما سجل لوتارو هدف وصنع آخر ضد بنفيكا، بينما صنع كل من لياو ودي بروين هدفا ضد نابولي وباير ميونخ. يذكر أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي في نصف النهائي، بينما سيواجه إسي ميلان نظيره إنتر ميلان. تحدث مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، وصرح المدرب الإسباني في حديثه قائلا: إذا كنت تريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا فيجب عليك هزيمة ريال مدريد. كان في السابق يجب عليك هزيمة برشلونة، لكن الآن عليك هزيمة ريال مدريد. ريال مدريد هو ناد يمثل جزءا مهم في تاريخ المسابقة. أمام هذا الفريق الشيء المهم هو المحاولة وليس الفوز. إذا حاولت فربما تكون محظوظا يوما ما. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو، في حين ستقام مواجهة الإياب على ملعب الاتحاد.
عبر نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا عن سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال بتعادله مع مضيفه بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج. وكان مانشستر سيتي قد فاز على أرضه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي لينجز المهمة من خلال أداء متزن أمام مضيفه الألماني. وتحدث برناردو سيلفا عن زميله المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قائلا: هو لاعب مميز ومختلف عما كان لدينا في الماضي، لا يحتاج إلى الكثير من اللمسات، إنه مثل الظل لمدة 35 دقيقة وبمجرد أن يلمس الكرة تتحول إلى هدف. عند وجود هذا اللاعب المميز في الهجوم نشعر براحة أكبر في الدفاع. وحول إمكانية الانتقام من ريال مدريد في نصف النهائي أجاب قائلا: آمل ذلك، نعم، نسعى دائما للمضي قدما، لكننا نشعر أن الفريق واثق جدا في الوقت الحالي، أعتقد أننا سنتأهل. يشار إلى أن ريال مدريد أقصى مانشستر سيتي من نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال قبل أن يحصد اللقب في النهاية بالفوز على ليفربول. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت عن مباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال. وستكون مباراة الذهاب بين السيتي والريال على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 9 من مايو المقبل، في حين ستكون مباراة الإياب يوم 17 من مايو على ملعب الاتحاد. وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى نصف النهائي على حساب تشيلسي، في حين تأهل مانشستر سيتي على حساب بايرن ميونخ. أكد الصحفي والخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن نجم خط وسط فريق ريال مدريد توني كروس أمضى على تجديد العقد. وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على تويتر قائلا: وقع توني كروس على تجديد عقده مع ريال مدريد، تم توقيع العقد الجديد وختمه وإتمامه. سيستمر توني كروس في ريال مدريد حتى يونيو 2024. البيان الرسمي بشان تجديد عقد توني كروس معلق بسبب تجديد عقود كل من كريم بنزيما وفينيسيوس. كشف تقرير إسباني عن آخر تطورات مستقبل نجم خط وسط فريق ريال مدريد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده هذا الصيف. ووفقا للمعلومات الواردة من الصحفي خوسي لويس سانشيز، فإن مودريتش سعيد بعد توصله لاتفاق مع ريال مدريد على تجديد عقده حتى 2024. وأضاف المصدر بأن النجم الكرواتي سيكون قادرا على تحقيق حلمه وهو الاعتزال في ريال مدريد. وكان لوكا مودريتش قد انضم للريال في 2012 وخاض 478 مباراة وسجل 37 وصنع 77 هدفا. قال تقرير إسباني اليوم بأن الفرنسي كريم بنزيما غاضب من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ولم يكمل بنزيما مواجهة تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قرار أنشيلوتي بتغييره. وتعرض المهاجم الفرنسي لضربة في قدمه اليسرى خلال الشوط الأول، وبرر أنشيلوتي تغييره بالقول إن بنزيما كان يعاني من آلام. وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن بنزيما كان معترضا على القرار وغادر الملعب منزعجا، وأظهر ذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء. وقالت الصحيفة بأن بنزيما لا يفهم سر التغيير، خاصة بعدما أكد لأنشيلوتي أنه بخير قبل تغييره.